ناري 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 على ناري على البقة السريعة، والخرجة الغير ناري موفقة على بتاتا. البقة والخرجة العشوائية والغير موفقة بتاتا. ناري يا الزغبية يا كحلة العفطة، كنقولوا لك شربي دواك، شربي دواك، عاد شعلي الكاميرا. ناري قلبتي عليها سخونة، ولكن دارتها بك سعاد، عرفتي خرجتي مفافية الا اللي قيس لك بكريشه. ناري خوتي خارجه كضرب اخوتي في الجمعيات، وقالت لك اللي ما عنده خدمه كينوض يدير خدمه، يخدم على ظهرنا ويخدم بينا. تبارك الله على اللي خدامين، تبارك الله على الموظفون السامون. وداك بكريشه زعما في نظرك خدام؟ كيبان لك في الصباح كينوض 8 كيمشي يخدم، عنده شي عمل قار كيمتهنوا، حنا ما عارفينش، ما فخبرناش، اخر من يعلم. يا كلكم كتصبحوا شي حدا شي لابدين. بيتوتي بامتياز، كيقول لك هو كيعجبو يدخل للدار، واخا انه هو داخل للدار ما كيخرجش عاد باش يدخل. كيعجبو ريحه الفلفله مشويه، ريحه الخبز سخون كطيب. هذا ماشي بيتوتي، هذا راه موت بيتوتي. ما تبقيش تعيبي على اللي ما عندوش الخدمه، حيت راه الامثله قدامك وانت اولهم، والباقي د العائله كلشي متكي على اليوتيوب اللي كيبقى خضره فوق طعام. نتوما كتمتهنوه باحترافيه وبامتياز وبوساخه. طبعا خوتي هاد الخرجه صراحه سبابها في عذابها، انا قلت ربما ولا سيما، وطبعا واكيد انها ما شربتش دواها، حيت اخوتي غاده بيديها للتهلوكه. واش عرفتوا المكالمه اللي خلات السريعه تخرج هاد الخرجه هادي وهي مفاقمه؟ كيف قلت لكم الا بكريشي يخونها، ولكن وقعت في المحظور وخرجت قالت عليا وعلى اعدائي، ولكن جابتها في الورد كيف كنقولوا. ندخلوا باش نعرفوا تفاصيل الموضوع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. متابعيني الكرام، كيتجدد لقائي بكم في لا فيديو اليوم اللي كنتمنى نلقاكم في اتم الصحه والعافيه والرزق ان شاء الله. ما تنسوش لي اللايكات، لا فيديو يستاهل تعليقكم، بارطاجكم، اشتراكاتكم. اللي عاد كيلتحق بالقناه ديالي الله يرحم لكم الوالدين ويفتح باب الخير في وجهكم ووجهنا كذلك. الا كان بالامكان ما تنساوش اخوتي تبارطاجيو لي لا فيديو على اوسع نطاق باش تعمل فائده للجميع. ندخلوا لصلب الموضوع. كيف شفنا خوتي، السريعة هدفها الوحيد من بعد خروج بكريشة هي أن سعاد تاخذ ورقتها ديال الطلاق، وكتقول وكتعاود أنا الدار ديالي درتها بدراعي، لا فواتور درتها بدراعي، ولكن ممكن ما نستخسرهاش في ابو بنتي، ما نستخسرهاش في الزوج ديالي، في اللي تقاسمت معاه جميع المسائل، الشوها، المشاكل، حرق الراس، نشاركو تضر على شله، ولكن بشرط، سطروا لي على بشرط ان سعاد تكون منفصله على بكريشه. فهذا شرطها الوحيد والمهم في الامر. فلهذا بقات القضيه ديالك باش تكتب الدار والطوموبيل 50-50 مع بكريشه بقات معلقه. فاكيد بكريشه خصو طنو من الدار، خصو طنو من لافواتور، خصو طنو من الذهب، خصو كذلك فيفتو من الفلوس اللي في الكونط. فاكيد غيدير لا بوسيبيليتي باش ينال المراد. وقع ما لم يكن في الحسبان بالنسبة البقة اللي خرجت كضرب وتزقل، والسبب هو الخروج ديال سعاد اللي دارت لايف مشحر، قلت لي حبيبتي شريكتي ضرتي سلاولي وليه لي خلعك وليه لي يعطيك ما يخلعك. سلاولي انا داك السيد اللي هو بكروش ما بقيتش باغاه، وانا هي اللي مسرعه في اجراءات الطلاق، فكولي عيشك بارد. خوتي انا بنت لي سعاد مدبره على شي همزه في خفا وكتطبخها وعاد غادي تفجرها للعلن، حيت السيده ولات كتفركس لينا
ولات كتجبد لينا الزغيبات من تحت الفولاغ، ولات كتماكي، ولات معتنيه بلابو، ولات هذا ما يعني انها رمات علينا بنزبلي، رمات علينا داكشي اللي كيطايفوا عليه جوج عيالات وهو قاعد في الدار بيتوتي. قالت ليهم انا من والبارح الا بغى يعطيني ورقتي انا ما كنبكيش عليه، انا ما كنشكيش ونقول له عار الله لا ما بقى معايا اصلا. قالت ليهم انا محسوبه في عداد المنفصلين من زمان ومخاويه به لا ميموار والكراكاس ديال راسي، فمالكم كترعدوا على هاد بوكريشه؟ صراحه الله خرجه موفقه لسعاد. فقلت لهم انا بدوري كنمشي في هذا الملف وراني بادياه بمعية بوكريشة عبر اتصال في الخاص، يعني السيد كيدوي معاها في الخاص وكيهضر وكيدير يهيئوا الموضوع الطلاق، يعني بلا خبر البقة اللي فاش سقط الخبر غير في اللايف ديال سعاد كانت غادي تنفجر، ما عليها خوتي ما بيها حتى خرجت في لايف لابسه فيستا ونضاضر وجلسه كتعيب لينا الاخت اللي راكم عارفين اخوتي الخبر في راسكم اللي دارت بها الشكايه، راكم عارفين دون نبقاو نعاودوا في الهضره. فقالت ليها ماشي غير اجي وكون رئيس جمعيه، ماشي غير اجي ودير بينا شكايه، اصلا نتوما وقسوق البشريه واصلا والهضورات وعطكم عارفين اخوتي التفلسي في الخاوي مما زاد من الطين بله. فالسيدة خوتي كيف كنقولوا جنت على نفسها براقش، جنت على نفسها. منين جاتك العافية الفران قال لهم من فمي ما تسديش داك الفم شوية صراحة الله. بزاف ديال التطاول اخوتي بمعنى الكلمه، التطاول على هاد الجمعيات بصفه عامه، قالت لك كينصبوا راسهم وكيعطيو لراسهم واحد المناصب غير هكاك عشوائيين وكيجلسوا يفصلوا ويقطعوا ويديروا شكون نتوما. قلت لهم واش نتوما شكون؟ نتوما ماشي قضاء باش تقولوا لينا وتفعلوا الا هو اليوتيوب بدوره كيمنع منعا باتا ان الانسان يتصور في الحمام. حنا هادشي ملي كندخلوا اليوتيوب كنقراو سياسات اليوتيوب ان هادشي ممنوع منعا كليا. فملي كيديروا الانسان الا لقى جمعيات راه كيتحركوا كيحاربوا هاد المناكر، لان هذا كيتعتبر منكر باش تصور بيبي او ماشي بيبي اطفال هما، ولكن حتى الام بدورها راه كانت ديجا صوراتهم في واحد لا فيديو في لا بيسين، يعني وهما كاملين كعائله كيخدموا بولادهم ان صح التعبير، يعني باش بلا بدون لغه خشب نقولوا الاب ولا يعني كاملين ملي كتجي الفرصه كيصوروا ولادهم. فاذا به اليوم هاد الجمعيات تتحرك، فالبقه ما عجبهاش الحال، ما عجبهاش الحال وخرجات عطي حاله هستيريه كيف كنقولوا، زادت شكايه اخرى ديال السب والقذف. فمن بعد ما خرجات يعني كتطاول على السيده اللي هي سميره البقالي، كتقول لك ما كاين غير اللي كيلبس فيستا ونضاضر ويجي يتولى المناصب، يعني السيده خرجات على الموضوع، يعني السيده رئيسه الجمعيه كتنعتها يعني بهذا الكلام النابي وكتقول حنا عائله اللي خرج كيقول لنا عائله مشوهه، عائله دايره، عائله فاعله، عائله تاركه. ولكن اخوتي بيني وبينكم حتى سعاد راه دايره شكايه بان الاب كي يشجع ولادو باش يضربوا، او البنت ديالو اللي هي فاطمه زهراء كيشجعها باش تحقد على الام ديالها، فما كان عليها غير ترفع شكايه بضم الحضانه للابنه ديالها. يعني هاد المجموعه الشكايات هاد الناس كاملين زعما حاقدين على هاد الناس، ولكن كيف كنقولوا الانسان منين ما كيعرفش الغلط ديالو كيزيد يتمادى في اغلاط اخرى. فلهذا البقه وبكريشه يعني ما خداوش غليه، يعني كيف كنقولوا بكريشه يعني مرتاحش دغيا وجدها سخونه هو والسريعه
وداروا مشكله جديده اللي وحلوا فيها صراحه، ولاو غير كيضربوا ويزقلوا. ما كاينش واحد الفيديوهات كيخرجوا كيقول لك حنا كنعيشوا الرعب. انسان يمشي جنب الحيط، الانسان يشد فمه، الا ما لقاش ما يشد غير فمه، لان بعض الاحيان بعض الخرجات اللي كتكون يعني بحال اللي كنقولوا حلاوه الروح، الانسان كيستمتع بال... بال... بالكلمات. زعما هو مثقف، انا مثقفه، حتى الانسان كيجيبها في لوردر. حتى لهنا كاين حتى لا فيديو ديالي، كنتمنى تشاهدوه الى الاخر، والى فيديو قادم باذن الله تعالى.